ازيكم؟ ما تيجي نعمل ممبار النهارده ده من الف للياء من اول التنظيف. يلا نقول بسم الله. انا عندي ممبار ده كيلو ونص من الممبار. هغسله الاول من بره كويس قوي، وبعدين هروح اقلبه تحت الميه. طبعا انت لو مش عايزه الدهون دي ممكن تشيليها، بس انا سايبه نسبه صغيره كده زي ما انتم شايفينها، وهروح تحت الميه وبيبقى سهل قوي. ولا عصايه ولا خله ولا اي حاجه كده، وهنعمله تحت الميه بسهوله. الاول هسيبه سليم وبعد هقلبه زي ما انتم شايفين. طيب والصوب سهل قوي اهو، اتقلب معايا بكل سهوله. بس خلاص قلبتهم كلهم، صفيتهم الميه. عندي بقى هنا كيس من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا هيفور كل اللي فيه دوت، وبسهوله جدا هيتنضف بعد كده. بس هخلط معاه البيكنج باودر كويس قوي، وهسيبه على جنب لغايه ما اخلص الحشوه بتاعه الممبار. عندي بقى على البوتاجاز نص كوبايه من الزيت، وزودي الزيت هنا عشان بيخلي الرز بتاع الحشوه ما يعجنش في قلبي. عندي حبتين كبار من البصل، هسيبهم بقى يتحمروا. ايوه انا بخليه ياخد لون ذهبي كده زي ما انتم شايفين. وهنزل عليه بلتر ونص من عصير الطماطم، ده لتر ونص. احط بقى هنا معلقه سكر، وهسيبه اقلب تقليبه واحده بس، وهسيبه بعد كده مش هقلب خالص في الصلصه. هسيبها ان هي تتسبك مع نفسها، لو قلبتي هيبتدي يطرطش بقى على البوتاجاز ويبهدله. عندي ملح بقى وفلفل اسود بعد ما اتسبكت. هحط شطه وبابريكا، طبعا مش عايزه شطه استبعديها. عندي كزبره وعندي كمان كمون، بس مش هزود حاجه تاني. بس بص هي اتسبكت خالص اهي. هنا بقى انا هنزل على الخضره، وانا بصراحه بحب احط الخضره على السخن، ما بحبش احطها على البارد. انا هقلبها تقليبه وهطفي عليها. طبعا ده شبت كزبره وبقدونس. بس خلاص كده انا هطفي اهو. بس انا بحبها تتحط على السخن، اطلع ريحتها بيبقى احسن. بس هي خلاص خلصت بقى، هسيبها تبرد على جنب. هحط لها بقى هنا ده كيلو ونص من الرز، عشان انا عندي كيلو ونص من الممبار. عندي كمان هنا 5 حبات من الطماطم مقطعهم، بتبقى حلوه قوي. يعني انا بحب احط طماطم متسبكه وكمان متقطعه، بيبقى حلو قوي في الممبار. ادي الممبار كده بعد النص ساعه بقى هنروح ننضفه. عندي نص كوبايه من الخل عليه، وكمان هعصر ليمون عليه. بص بقى هتلاقي كل حاجه فصلت، يعني انت حتى بايديكي بس كده. بصي بصي بينضف. طب وللناس الموسوسه بقى، انا عندي كمان بقى هنا دي الليفه اللي هي بتاعت المواعين، بس سفنجه المواعين جديده. طبعا مش غاسله بيها مواعين ولا حاجه، ها. اوعي تجيبي واحده قديمه عندك تعملي بيها. بصي مجرد ما تعملي كده كل حاجه بتنزل اهي. بس بسهوله بقى، ومش هيبقى فيه ريحه زفاره، ومش هيبقى فيه اي حاجه خالص. اخلصهم كلهم واغسلهم مرتين تلاتة اربعة كمان لحد ما ينضف كويس قوي بقى بالميه بقى. خلاص بس هبتدي ان انا اقطعهم بقى هنا بالحجم اللي انا عايزاه. هبتدي افتحها من جوه كده واغسل تاني مره من جوه. دي اخر غسله انا هغسلها بعد ما قطعته من جواه. خلي الميه تخش جوه الممبار كويس. هاخد بقى من الحشوه بتاعتي حبه حبه كده على جنب، عشان ما بهدلش الحشوات بتاعتي. لو فاض منها حاجه ما تبقاش، ما يجرى لهاش حاجه. هفتح الممبار كده واقلب طرفه، وابتدي ان انا احشي. وتسيبيه يخش، يعني لما تيجي تفتحي كده بتدخلي هوا جواه، بيبقى اسهل في الحشو. ما تبالغيش في الحشوه بتاعتك، بططيه بس كده. بصي اهو، تحطي حشوه معقوله وتبططيه، ما تخليش. واهم حاجه وانت بتحشي زي ما قلت لك، افتحي كده خليه الاول الهواء يخش جوه الحته اللي انت بتحشيها، عشان يبقى اسهل معاكي في الحشو. وتسيبي الطرفين يكونوا فاضيين، عشان هما دول اللي هيقفلوا، عشان الحشوه بتاعتك ما تطلعش. بص انا بقى هنا ولا هقفل بخيط ولا هخرم الممبار بتاعي ولا اي حاجه خالص. انا بس هسيب الطرفين بس كده، ما يكونش مليان للاخر. عندي ميه بقى بتغلي، لازم تكون بتغلي على البوتاجاز. وهبتدي اسقط الممبار ده بتاعي فيها. هو هيخلي الحروف تقفل وهيستوي. هاتي حاجه واسعه، اهم حاجه اهم حاجه يكون حاجه كبيره، علشان الممبار ده ياخد راحته وهو بيستوي. حط ورق لورا بقى وحبهان وفلفل اسود، وهحط كمان فصين قرنفل. وهتبقى الشوربه دي سكر كده، انا هعمل طبعا بيها اكل جنبيه. للي بيحب يشربها بقى هتبقى طعمها حلو. انا هسيبهم يغلوا وانا مغطيه الغطا كده، وبعد ما تغلي على نار عاليه هبتدي اللي انا احط الغطا يبقى نص كده، وهوطي على الاخر، عشان اللي هو بيغلي مع بعضيه ممكن يخليه يفرقع اهو. بسم الله ما شاء الله، ولا واحد فرقع ولا واحد. يكون داخل على سوا بقى هبتدي ازود الملح. انا ما حطيتش ملح من الاول. يكون داخل على السوا او محطه الملح. انا هعرف ان هو استوى، طلع شويه كده من الجنب الاقيه استوى. عندي بقى زيت مغلي،
واحط على فيه رشه ملح. وخدوا بالكم بقى لا تكلس اهو، انا ايدي هنا اتحرقت بس ما كانش من المبار، كان في حاجه تانية بعمله جنبيه وايدي اتحرقت منه. حطي كده بالراحه. طبعا انا طلعت المبار ده الاول من الشوربه بتاعته وسبته يتصفى من الشوربه عشان ما يفرقعش وانا بعمل ايه، وانا بحمره. بس حمرته كله. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا مني. اشوفكم في وصفه جديده. سلام.